معجزة في القرآن. ربك قال للناس ادعوني علشان هو كريم وبيدي، وفي رمضان الناس بتصلي تملى المسجد في التراويح وإمامهم يدعي ويعيط واللي وراه بيقولوا أمين. عارفين كانوا بيدعوا بإيه؟ كانوا كل صلاة بيقولوا يا الله رجع لينا صلاح الدين، يا الله ده احنا بشوق مستنيين، يا الله لو جالنا هنقوم واقفين، يا الله نمشي وراه ونكون طيعين، يا الله ونحرر شعب فلسطين، يا الله بس يجي لنا صلاح الدين، يا الله. ربك دايما رب قلوب، بيحب العبد اللي بيطلب. واما لقى الملايين بيقولوا رجع لينا صلاح الدين سبحانه حقق رغبتهم، ولقينا الأرض بتنشق. قدرة ربك مين هيكذب ويقول لا؟ ولقينا فارس من نور وحصانه بيجري ويدور وفي ايده السيف المتعافي. استعجبنا وسألناه انت اسمك ايه؟ قال بالفصحى أنا يا قوم صلاح الدين، قد أحياني الله القادر حين دعوتم أن يبعثني الله إليكم، ها أنا ذا قد جئت إليكم، لكن نبئت بأخبار عنكم سيئة للغاية. كيف رضيتم أن ينتهك الأقصى فيكم؟ كيف سمحتم للأعداء بهذا الأمر؟ كيف قبلتم عيش الذلة بين الناس؟ إني مت وأرض القدس مطهرة من كل خبيث، وتركت الأقصى من زمن منصورا مرفوع الراس، فتنازلتم أنتم عنه للأنجاس. لكن لا بأس، فقد عدت وسنرجع جيش الإسلام، جيش سوف يقود العالم أنتم جنده، هيا قوموا سوف نحارب حتى الموت. هل من أحد يبدي رأيا فيما قلت؟ كل الناس كانت في ذهول من اللي بيحصل. واحد فيهم اتقدم لصلاح الدين قال اسمح لي انت صلاح الدين وانا عارف، لكن اسف ما اقدرش احارب وياك، احسن انا على وش جواز عايز اشوف لي يومين في الدنيا ابقى عريس افرح واتمتع واهيص، لكن حرب سلام عليكم انا مش فاضي. واحد تاني قال اسمح لي يا عم صلاح ان ما اروحش الحرب معاك، عندي عيال عايز اربيهم وانا غلبان بقطع من جسمي وبديهم، لو رحت معاك افرض يعني مين هيأكلهم من بعدي؟ مين لو رحت معاك يراعيهم؟ انا عارف ربنا موجود هو اللي بيرزق مش احنا، بس انا خايف والبركة في باقي الرجالة هم يسدوا بدالي هناك وانا هدعي لكم كل صلاة. واحد ثالث قال انا تاجر عندي المصنع والدكان ومشاغل اشكال والوان، ابقى عبيط لو سبت مصالحي وجيت وياك، لكن هبقى معاكم بقلبي. واحد رابع، واحد خامس، سادس، سابع، عاشر ألف، كل الناس قالوا أسفين، روح وحدك يا صلاح الدين أحسن إحنا مش فاضيين لا لجيشك ولا لفلسطين. إيه يعني أقصانا سجين؟ ما هو في السجن بقاله سنين. لو بالحرب هننصر دين يبقى خلاص ما احناش عايزين، احنا هنقعد منتظرين وهندعي لك بالملايين، يا الله ابعد عنا صلاح الدين، يا الله احنا بحالنا كده راضيين، يا الله. بعد ما قالوا كل كلامهم بص صلاح الدين بعينيه ملقاش ولا واحد حواليه. يعمل ايه؟ الارض انشقت من تاني علشان تاخده، مرضيش ينزل تحت الارض، عايز يعمل حاجة في باله فوق الارض. غير لبسه ولبس زي شباب القدس، نفس الشكل ونفس اللون، كان متغاظ من كل الناس اللي سابوه، جمع غيظه تحت هدومه ودخل وسط كلاب الأرض وفجر نفسه علشان يفضل زي ما هو صلاح الدين. لكن ساب في القدس رسالة بيقول فيها إنه حزين علشان جيشه ما كانش معاه، جيش حطين، وبيطلب من كل الناس اللي بيدعوا كل صلاة لو طلبوه تاني ينصرهم لما يقولوا يا الله رجع لينا صلاح الدين، لازم يدعوا كمان ويقولوا يا الله
عايزين جيشه يكون وياه، علشان احنا مش فاضيين، مش هنسيب المال والجاه، مش هنسيب الدنيا الحلوة ونمشي وراه. يا الله مش عايزينه يجي لوحده، لازم جيشه يكون وياه، لازم جيشه يكون وياه.